عارفين ايه في رأيي من أصعب المشاعر اللي ممكن نحسها في الدنيا؟ من أصعب المشاعر هو شعور الخذلان، إن حد يخذلك وتكون 100% عمرك ما حطيت في دماغك إن الشخص ده ممكن يجي منه غدر. إن حد يخذلك وإنتي يكون بالنسبة لك طول عمره هو السند والظهر. الكسرة دي، كسرة وقت الخذلان في اللحظة دي، في لحظة إن الشخص ده تحول من سند وظهر وقريب وأمان وإن أنا مأمناله أو مأمنله، لشخص تاني بيجي منه غدر، بيجي منه قلة تقدير، بيجي منه قلة احترام، بيجي منه حركات غير متوقعة، بيجي منه توقيع بيننا وبين أشخاص تانيين. أيا كان اللي بيجي منه في هيئة إن احنا اتخذلنا، ده بيبقى وجعه أضعاف 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 الأشخاص الطبيعيين العاديين اللي في حياتنا، اللي احنا ما بنعتبرهمش قريبين أو بنعتبرهم قريبين بس عادي، يعني مش مشكلة، يعني يطلع منه أي حاجة أو يطلع منها أي حاجة. الخذلان بيجي على قد القرب، يعني كل ما القرب مش لازم قرب قرايب، طبعا القرايب الأب الأم الأخ الأخت العمة الخال الغدر لما بيجي منهم هو مش بس غير متوقع، هو غير منطقي وغير الفطرة. يعني هو ربنا خلق الناس على فطرة معينة، ده عكس الفطرة، بالذات الأب والأم والإخوات. طبعا الدين حكالنا قصص والتاريخ حكولنا قصص ان لا، الاخ ممكن يقتل اخوه والعم ممكن يبقى اكتر واحد عدو، وده من قصص الانبياء وابناء الانبياء والتاريخ كله. بس هم اتعملوا قصص ليه؟ ما هم عشان ده مش طبيعي، يعني اتحط عليهم ضوء ليه؟ لان دول مش طبيعيين، دول ناس مش طبيعية، يعني دول ناس عملوا حاجة غلط، عملوا حاجة ضد الفطرة، فاتقال عليهم بصوا دول عملوا كذا، ده غلط. فاني اتوقع ان انا اتخذل او اتطعن في ظهري من ناس درجة اولى قرايب مثلا، ده شيء غريب جدا. يعني عمر ما في عقل سوي هيبقى دايما متخيل ان لا، نتولد كده بيبيهات يبقى الخال والعم قلق والاب والام مش عارفين، مش متاكدين هيسندونا ولا لا، والاخ والاخت دول ممكن يقلبوا اعداء في اي وقت. مستحيل اي طفل يقدر يعيش بالشعور ده. فالطبيعي ان احنا بنتولد عندنا شعور ان الناس دي قريبين والناس دي ما نخافش منهم، مش هيشكلوا اي نوع من انواع التهديد. اما بنكبر بقى او ما بنكبرش حسب يعني اتخذلنا في مين قد ايه لانهي موقف حصل، بتبقى الكسرة جامدة. والخذلان كمان ما بيتقاس على موقف معين، يعني ملوش كتالوج، لان هو بيجي على قد ما انا متوقعة ايه من الشخص او الشخص معودني على ايه وازاي عمل عكس ده، عكس توقعاتي او عكس اللي هو معودني عليه. بيجي على قد ما انا احساسي باللي انا عملته، انه انا عملت خير مثلا في حد والحد ده خذلني بانه مش ما شافوش خير، ده شافوا شر وقلب الدنيا عليا وكده. فهو ملوش قياس، ما ينفعش حد يجي يقول لي لا 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 ده ما يعتبرش خذلان على فكرة خالص، لان انتي كنت يعني ده احساس شخصي عند البني ادم انه يتخذل في حد. ممكن تبقى حاجة صغيرة قوي او حد تاني يشوفها صغيرة قوي، بس هي بالنسبة لي كبيرة جدا. ممكن الخذلان يجي في هيئة ان حد مش مقدر ظروفي، ان حد مش شايف تعبي، واكون مش لازم محتاجة منه شكر او محتاجة منه يساعدني او يعمل لي حاجة، لا، بس ممكن اكون محتاجة ان لو ما عندكش كلمة حلوة تقولها، ما عندكش كلمة تبرد قلبي او تطبطب عليا بيها، ما تتكلمش. ده منتهى يعني التمام قوي بالنسبة لي.
ممكن يكون الخذلان ان لا اخد العكس، اخد احساس ان الشخص ده مش شايف خالص تعبي، حتى لو تعبي في حاجة تانية مش معاه، مش مقدر خالص اللي انا فيه، ويجي يكسر في مشاعري ويكسر في احساسي ويقلل من شأن اللي انا حاساه. قلة الاحترام لو جت من حد طبيعي انه بيحترمني خذلان. فما تبصوش عليها ان هي لازم تبقى حاجه غريبه، حاجه كبيره، يعني اللي هو حد دخل خد مثلا سرق فلوسي من البنك، ملهاش علاقه بكده. ف وقت ما بنتخذل وقلبنا يوجعنا كده ونبقى حاسين ان في تقل كده هنا، معلش نعتبر ده جزء من من دروسنا في الحياه. هو ليفل صعب، ليفل متقدم، عارفين زي ما بيقولوا الناس اللي بتاخد advanced levels كده، ده ليفل عالي قوي في رأيي الشخصي يعني. بس هو الصبر عليه وتوكيل ربنا في الموقف ده، انا شايفاه يعني هيبقى له مردود حلو في الاخر. لازم نوكل ربنا انه هو الباقي الوحيد، هو الباقي، هو اللي هيفضل معانا ومش هيسيبنا. فلو اتخذلنا من البشر مش مشكلة، في سند لا ينام، يعني حي وقيوم ولا ينام ودايما معانا وهيعوضنا خير ان شاء الله. كان معاكم ماجي حرفوش لايف كوتش، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.